كل يوم رزقا يكفيها، فإذا بلغت شاطئ البحر بعث الله ملكا في صورة ضفدعة فيأخذ مني ما أحمله ويوصله إلى تلك الدويبة داخل الصخرة، وهي تعيش هناك بقدرة الله ورحمته. ثم قالت: وفي هذا كله أرى لطف الله في خلقه ورزقه لمن لا يملك حيلة ولا سعيا. الخاتمة والإيضاح. وهذه القصة ليست حديثا صحيحا ولا خبرا ثابتا بإسناد، ولكنها تروى للعبرة والتذكير. فالله تعالى هو الرزاق، يرزق المخلوقات الضعيفة في جوف الصخر وفي أعماق البحر، فكيف بعبد يتوكل عليه ويثق برحمته؟ المقصود أن يعلم القلب أن الرزق بيد الله وحده، وأن فضله يصل إلى من يشاء كيف يشاء. سبحان الله العظيم.